مش عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أول مرة أمسك الكاميرا بالشكل ده، عشان كده مش متعود أصور بالشكل ده، بس يا رب الفيديو يعجبك. ففكرة الفيديو باختصار تغيير السيت اب بتاعي. لو كنت بتسأل نفسك ليه لابس السماعات دي وحط الهاند فري كده، فعلشان المايك ده يكون شغال، فعلشان انا بسجل بالمايك ده، وعلشان اتحرك باريحيه وانا بغير السيت اب. فخليني في الاول اوريك ازاي هغير السيت اب. الاول ده السيت اب اللي انا بسجل بيه جميع فيديوهاتي، فانا عايز انقل السيت اب ده من المكان ده اوديه للمكان ده، فانا هشيل ده كله واشيل ده واشيل الترابيزه دي كده واجيبهم هنا وانقل ده مكان ده، فاصبح هيكون السيت اب عامل كده بالظبط. ممكن اصور هنا او ممكن اخليه كده على حسب، لسه ما اعرفش. والاضاءه هنحاول نوزعها واحنا في الفيديو بالطريقه المناسبه. فخليني اثبت الكاميرا كده ونغير سيت اب مع بعض. هنا بحط لمبه كده، هي دي كده بحطها هنا واعلقها على ضرفة الدولاب مثلا، وتكون ظاهرة هنا، يعني تكون مدية الإضاءة هناك. فحاجة بسيطة، بس ادينا بنجرب وادينا مستنيين. ممكن تلاقي طريقة كلامي مش أنسب حاجة، بس زي ما قلت لك دي أول مرة أصور والكاميرا مثلا ماسكها كده أو الكاميرا كده، أو بدون أصلا ما أكون كاتب سكريبت، أو يعتبر دي تالت مرة. بس المرتين اللي فاتت كان من زمان، فالواحد محتاج استمرارية على المحتوى زي كده، فلوجات مثلا، زائد محتاج اسمها ممارسة. يعني الواحد محتاج ممارسة علشان يعرف يتكلم وياخد الثقة أكتر، ويعرف يجيب المعلومات اللي في دماغه ويطلعها بشكل أفضل. فيا رب الفيديو يعجبك. صح، ما تنساش تنزل تعمل اشتراك ولايك وكمل الفيديو. بفكر أحط هنا مثلا الجورنال اللي هنا كده، أحطه هنا هو وهنا كده، ولو ده لو ظبط، يعني لو عجبني مثلا السيت اب اللي كان هيكون هنا كده، لو عجبني هنقليه كل حاجه حتى بالجورنال احطه هنا بحيث يدي شكل. وممكن مثلا نحط كتب هنا او نحط اي حاجه، المهم لسه هتشوفه، يعني كمل الفيديو. دلوقتي محتاج انقل ده هنا كده، اجيبه هنا يعدي من هنا مثلا، او انقل المكتب ده الاول اوديه هناك عشان اعرف اجيب ده هنا. فيلا. محتاجين نلعب جيم. هو ممكن يكون بالمنظر ده، وهكون انا قاعد مثلا هنا وورايا بالشكل ده كده بالظبط، بس اكيد يعني المكتب هيكون متروق وكده. وانا جبت الحاجات دي هنا كده، يعني انا غيرتها من هنا لهنا. فنكمل وبعد كده نشوف، وبعد كده نوزع الاضاءة. ممكن شفت انتوا الاضاءة دي كده، انا مثلا شفت الاضاءة دي كده، ممكن اخليها ورايا بحيث تدي اضاءة لفوق، واضاءة هحطها ورا مثلا الناحية التانية، وبعد كده تديها في وشي. فهنشوف. كده يعني مثلا هكون قاعد كده، بس اكيد الكاميرا هتكون قريبة
والاضاءه دي هتكون ورايا. يعني شفت انت الاضاءه هنا هتكون بقى ايه ورايا. فهنحاول ونشوف. على ما اعتقد وصلنا. يعني ممكن تدخل كده كده. يا ماي جاد. ممكن الاضاءه دي انا عايزها لا تكون في وشي كده زي ما هي كده مثلا، لا تكون ايه ورا زي ما انا قلت. فانتوا شايفين ايه؟ الاول نعمل اضاءه هنحطها فوق هنا بحيث تدي على الوش كده. فلحظه اوريكم دي كده. بعد كده بنجيب دي كده علشان ايه الاضاءه. معرفش انتوا شايفين ولا ايه. الاضاءه دي لو سبتها كده في وشي هتحرق. فايه محتاجين دي عشان تهدي ايه معرفش اسمها ايه كده. يعني ايه انتوا فاهمين. هتهدي الحرقان او شده الاضاءه. بالمنظر ده كده. عايزين بقى نعلقه ايه فوق. محتاجين نحط دي كده فوق. يعني ايه هتكون ايه هنا مثلا عشان تدي ايه تدي منظر هنا او تدي اقصد الاضاءة في وشي هنا. طب انت متخيل عشان اطلع فوق اصلا محتاج الكرسي اللي ورا ده اللي هو انا لسه ملقله اصلا من هناك. ف هو يستحق التعب فعلا. سيت اب جديد بقى وايه ويا رب يظبط. يعني اهم حاجة يا رب يظبط. لحظة بالظبط كده اهو بالظبط كده. هو لسه بس مش اتظبطت قوي. بس انا حاولت ايه اجيبها بافضل حاجه دلوقتي. بس ايه نسلك بس كده ايه ونشوف الاضاءه. الله بص هتكون كده. يعني مثلا هتكون كده. شفت انت اضاءه اسمه ده العمود ده هنا كده. هحاول اعملها هنا بدي او اخلي فيه اضاءه هنا جايه هنا بحيث انا اضاءتي اصلا وانا قاعد ممكن تكون فيه اضاءه ورا. يعني لسه هنجرب مع بعض ونشوف. مثلا هنا ممكن نخليها كده مثلا. ولا انتوا شايفين ايه؟ يعني هي كده ولا بالزاوية مثلا كده. واكون انا مثلا ممكن معرفش اكون ظاهر هنا فالحد ده ورايا. ولا يعني بس هنا كده بعيدة. ولا زي ما انا قلت ايه في الاول يعني مثلا كده. شايفين ناجي هنا شوية كده مثلا بحس ايه لحد العمود ده لأ. ويا دوب الاضاءة هنا ايه ممكن احط هنا سلك مثلا او اي حاجة. هنا في كتب هنا ورايا هنا الاضاءة اللي ورا. فشايفين ايه. طب نجرب كده وبعد كده ايه نشوف. لحظة نجرب ونشوف. في هنا انت لو ملاحظ انا بحرك ايدي في هنا ايه مكان اللمبة اللي هناك. فانتوا شايفين ايه نظبطها ازاي. يعني انا هكون كده بس لحظة. يعني احنا لو رجعنا الكاميرا هنا كده شوية كده. يعني مثلا هتكون بزاوية وليكن بزاوية كده ورا اكتر كفاية. وجبنا دي كده ما عليك بالزاوية. يعني ما عليك كده بالزاوية مثلا. نجرب هتواجهنا اكيد مشكلة تانية. شايفين ايه يعني انا قاعد كده مثلا مش عارف نعمل ايه. طب فكروا معايا. بص معاناة وفي الاخر ممكن ما تظبطش بس هحاول اظبطها. لحظة نرجع شوية كمان ولا ايه. بس مهما نرجع الاضاءة نفسها حتى تعمل حد الايه الحيطة. يعني مهما نرجع
الاضاءة دي معرفش جاية من فين يعني. مش جاي، هي جاية من فوق هنا برضه، او اللمبة دي. طب لحظة كده. يا دوب يعني، يا دوب. بس الاضاءة اكيد يعني مش شايف الكاميرا، بس اكيد الاضاءة ايه مش كويسة اوي. فالاضاءة دي محتاجة كانت تقوى شوية، او تنزل شوية هنا، تيجي من الناحية دي كده، بس هتعمل هنا. فمحتاجين اضاءة. مش عارف، مش عارف اعمل ايه. نجرب تاني، نجرب اي حاجة تاني. لازم. انا كان في بالي، معرفش، في فكرة، او معرفش انا كنت عايز اصور ازاي اصلا يعني. مش عارف هي كانت كده ولا ايه. انا كنت راسمها في دماغي وجربتها وطلعت حلوة، بس الاضاءة نفسها بقى ايه، هي اللي مش قوي. طب علشان نعالج مشكلة الإضاءة هنا، أو اسمه ايه، الخيال مكاني هنا مثلا، فممكن أجيب الكاميرا ايه، لحظة عشان نعملها. يعني مثلا ممكن أجيب الكاميرا كده، بس السرير ممكن، يعني مثلا ده ممكن أرجعه شوية، ممكن أرجع دي كده شوية علشان أدخل الكاميرا قدام. دي زاوية يعني اهي، نخليها برضو بزاوية، بس هتكون لسه في مشكلة برضو. بس يا بصوا، ممكن تكون بزاوية كده، يعني بنفس الزاوية دي كده، تمام. وانا هكون هنا، يعني هنا كده. معرفش، انا هحاول. هو في برضو خيال هنا يعني، ده عايزين له مشكلة. طب لحظة، ده الخيال ده اتعمل ازاي يا باشا؟ ده اكتر كده، تعمل ازاي الخيال ده؟ حد عنده معلومة طيب؟ اعمل ايه؟ او حتى لو هينفع اساسا اسجل وانا بالشكل ده كده ولا لا. انا لسه قافل الكاميرا دلوقتي وشايف، بالنسبه لي كشكل لو ظبطته اكتر وخليته افضل، هو بالفعل هيكون افضل من الناحيه دي. فانتوا شايفين ايه؟ طب بصوا، ما عليك انت بالشكل ده كده، وما عليك بالخيال والاضاءه ده كله. لو هنفضل على الوضعيه دي كده والتصوير ده، فاديني اقتراحات، مثلا احط ايه هنا، او اعمل ايه اصلا، او ادخل قدام شويه ولا ارجع ورا ولا اعمل ايه بالظبط. فانت اكيد شفت كل حاجه، فلحظه بقى الكتب دي انا محتاج انقلهم من هنا كده، احطهم هنا في اي حته بقى هنا. والله احطهم هنا، احطهم هنا، احطهم هنا. ممكن ارسهم هنا مثلا كده في الحته دي كده. اللي هو بص، اقترح لي اي حاجه، يعني انت شوف انت من نفسك كده، اقترح لي مع تعديل في الاضاءه. انا هحاول برضه اجرب اكتر من مره في الاضاءه واشتغل عليها اكتر من مره. ممكن احط الاضاءه مثلا ايه، تكون ورايا هنا مثلا، اي حاجه. بس انت ايه، شوف وقول لي، يعني اقترح لي مثلا ممكن الحل فين، او الحل ازاي نحل المشكله دي ازاي. ف محتاج اسالك، لو عندك علم هنا اسمه ده النعناع ده. انا كل ما اجيب، يعني انا جبت عندنا مثلا ايه زرع تحت مثلا عند جدي انا وكده، فكل ما اجيب كميه واحطها هنا يموتوا، يعني بالوضع ده، بيموت بالوضع ده كده. فمعرفش ايه المشكله، لو انت تعرف قولي. بسقيهم، وجربت احط لهم 3 ايام عشان احنا في الصيف ميه، برضو ما نفعش، بيموت. جربت اطلعه في الشمس وادخله، بيموت. جربت اسيبه هنا خالص، بيموت. بص، جربت كل حاجه. ايه تاني؟ على ما اعتقد ممكن التربة نفسها هي اللي وحشة، او ممكن يكون من نقلانه، يعني مثلا نقلته من مكان لمكان. فده معرفش السبب، او معرفش ليه بيموت. فلو عندك حل، وازاي يعني ايه، ازاي اراعيه اصلا، او ازاي اخليه ما يموتش، قولي.
شايف الحل يعني ده اللي قدرت اعمله. معرفش اعمل حاجة اكتر من كده. لسه هجرب يعني، بس عشان مش هطول عليك. انت شايف الحل طيب؟ مش عارف. ممكن المشكلة زي كده مثلا عادي يعني، ممكن انا يعني ايه نكمل عليها عادي يعني لحد ما نشوف لها حل فعلا. لكن انا عايز اشوف الاضاءة نفسها متوزعة صح اصلا ولا لا. معرفش يعني. الحاجة الوحيدة اللي عجباني في ده كله هي الإضاءة اللي ورايا بس. فمعرفش الحل. ممكن أعمل فيديو جديد مع حل جديد مثلا، أو إيه السبب، أو نعرف نظبط ده كله. بس أنا عملت اللي أقدر عليه. وعشان ما أطولش عليك أكتر، فيا رب الفيديو يكون عجبك أو استمتعت بالمشاهدة. وإن شاء الله نتقابل على خير. وعشان المعاناة ديت متنساش الاشتراك سبسكرايب.